لو انت بعد الماتش الاولاني اللي خلص في مصر 2-1 يست، فما اعتقدش ان انت اهلاوي. لو انت في وسط الماتش في العودة يئست، فبرضه ما اعتقدش ان انت اهلاوي. لو انت انتقدت الفريق في وسط الماتش بطريقة رمي الفوطة، فانت برضه مش اهلاوي. ابن الاهلي اللي عارف مين هو الاهلي ما بييأسش. انت كنت ممكن برضه تخسر الماتش ده والماتش ينتهي 1-0 والوداد هو اللي يفوز، لكن عشان تكون اهلاوي ما ينفعش ان انت تيأس، ما ينفعش ان انت ترمي الفوطة. اللي حصل النهاردة ملحمة بكل الصور، ملحمة عظيمة جدا عملها لعيبة الاهلي. الفيديو اللي فات بعد الماتش قلت كلمة كده، اتمنى ان كولر يعني يتعلم زي ما اتعلم قبل كده الاجواء الافريقيه، ان هو يتعلم ازاي يتعامل مع التحكيم ومع الاستفزاز بتاع لعيبه المغرب العربي. النهارده واضح جدا ان هو اتعلم ده من الفرق ال 180 درجه اللي حصل بين الشوطين. اللعيبه نازله اهدى. الشوط الاولاني اللعيبه كلها نازله تتخانق مع الحكم، عدم تمركز صحيح، لان كله ذهنه مش صافي، كل تركيزه خايف ان الحكم يغلط، والحكم غلط والكوره اللي جا منها الجول مش فاول والكلام ده كله، وارمي ارمي 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 ده كله. عمر الاهلي ما اتحجج بحاجه زي كده. واحنا في الماتش الاولاني قلنا ان احنا كان لينا طرد المفروض يتحسب صريح 100%، وضربات جزاء ممكن نتكلم عليها فيها وفيها، والله اعلم، مش خبراء تحكيم، لكن كان كل الكلام على لعيبه الاهلي ان هم اضاعوا الفوز من ايديهم بان هم ما انهوش الهجمات والفرص اللي جات لهم بشكل ايجابي. النهارده قلنا برضو الصبح النهارده قبل الماتش ان الماتش بتاع النهارده ما هوش تكتيك. انت مش بتفكر في تكتيك، انت بتفكر في من اين تؤكل الكتف، في رجوله، في تركيز، في قتال، في حاجات كلها بره التكتيك. ضيف عليها طبعا التكتيك. في حاجات كتير جدا ممكن تنتقدها في كولر النهارده في التعامل مع الماتش، وحاجات كتير جدا ممكن تقولها سلبيه، لكن في الاخر هو وصل للي هو عايزه في ماتش عصيب جدا، في اجواء صعبه جدا، في حاله بدنيه يعني من العنف الشديد جدا كان بيلعب بيها الوداد. والوداد بالفعل ساعدنا ان احنا نوصل للنتيجه دي، لما يعني افتكر بعد الهدف او الشوط اللي خلص بفرق هدف، وان هو الماتش خلص وان هو هيطلع يصلبط الماتش التاني، الشوط التاني، وان هو يضيع وقت وين والاهلي ما عندوش القدره على الثبات الذهني والانفعالي في التعامل مع الاجواء دي، وهو عارف ده من تاريخ الاهلي معاه واللي حصل الشوط الاولاني. ولكن فاجئوا كولر وفاجئوا اللعيبه في الشوط الثاني بتركيز ذهني رهيب جدا، بل زاد التركيز الذهني بعد القلق اللي عامله الجمهور والدخان اللي طار والحاجات اللي حصلت بعد الكوره اللي مثل فيها احمد عبد القادر انها ضربه جزاء، وهي طبعا مش ضربه جزاء خالص. تحس ان بعديها الفرقه بتاعه الوداد فقدت تركيزها، بعكس الاهلي دخل جوه اجواء اللقاء بشكل رائع. بعد كده ملحمه دفاعيه بعد هدف احمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم، قتال رهيب على الكوره. طبعا انت النهارده في الماتش زي ده لو انت عندك سترايكر مركز وسترايكر بينهي مش محمد شريف، كان ممكن بعد ما جبت جول التعادل وبعد الاندفاع البدني والذهني وكل حاجه من الوداد المغربي ان الماتش يخلص 3-4-5-1، 3-4-5 انفرادات. لو انت عندك لعيبه مركزه وبدنيه مركزه او سترايكر بمعنى ادق مركز، كان الموضوع انتهى من زمان وخلص خالص، وما احتجتش تقعد على اعصابك لحد صفاره الحكم. فبالتالي دروس كتيره قوي بنتعلمها. لك ان تتخيل ان الاهلي بيكسب البطوله بدون سترايكر صريح. محمد شريف زي ما احنا شايفين، كهربا مش سترايكر صريح تقدر تعتمد عليه موسم كامل. لعيبه كتير قوي ملهاش بدايل زي علي معلول اللي عوض خطأه في الماتش اللي فات، واللي كنا كلنا متاكدين ان هو هيعوض خطأه الماتش اللي فات. لعيبه كتير قوي ملهاش بدايل، موسم صعب بعد موسم سيء. فبالتالي اللعيبه لازم ترفع لها قبعه. لما بيجي مدرب جديد بيحرز 2 سوبر وكاس وبياخد افريقيا وعلى اعتاب دوري، فبالتالي انت لازم ترفع القبعه على كل اللي حصل ده. لو انت مش شايف قد ايه الفرقه دي بالاستقرار الاداري والفني ومدرب عاقل موزون، والكلام اللي احنا قلناه على موسيماني
والناس كانت بتنتقدني وبتقول لي انت جاي على حساب موسيماني. موسيماني يعني فوق راسي، عمل الاهلي حاجات كتير جدا، ولكن ليس كان المدرب اللي هو يقدر يتعامل مع ظروف متغيره ومتعدده، وليس بالمرونه ان هو يتعامل بالطريقه دي. كان عنده بعض الافكار الثابته والواضحه اللي ما بيتحركش بيها، ما بيتحركش براها مهما كان الماتش ماشي ازاي. لكن هو يشكر على الفتره بتاعته. لكن انت دلوقتي عندك مدرب مرن، مدرب شخصيته قويه وفي نفس الوقت محبوب. مش يعني مثلا لما كنا بنتكلم على فايلر شخص قوي جدا وفنيا رائع وي وي وي، لكن ما كانش عنده حته الاجتماعيات وحته ان هو حبوب بالبلدي كده احنا بنقولها. لا، دي موجوده عند كولر، ودي استفاد بيها اللعيبه، وتحس ان اللعيبه قريبين منه. لعيبه بتطلع ما بتلعبش، لعيبه بتطلع في وسط الماتش، لعيبه بيحصل فيها كذا كذا كذا، وهو لسه متحكم في زمام الامور. الماتش النهارده مش ماتش فنيات نقعد نتكلم عليها، هو ماتش لعيبه كانت رجاله، لعيبه قتلت لاخر لحظه، لعيبه فرحت جمهورها والناس اللي سافرت وراها، لعيبه خدت البطولة من بق الأسد ومن المكان اللي احنا اتظلمنا فيه السنة اللي فاتت، واتظلمنا فيه بسبب الأداء، بسبب موضوع الملعب، وليس اتظلمنا فيه أداء كانت الوداد كان هو الأحق تماما السنة اللي فاتت وهو اللي يستحق البطولة. ولكن احنا بنتكلم على فكرة التنظيم والكلام ده كله، لا، كان الوداد هو الأحق كلاعب، لكن احنا اتظلمنا فجبنا بطولة صعبة. هيقعدوا بقى يقول لك ده انت طلعت ثالث دوري وهو ما قراش ب 4 جنيه في اللائحه، ان انت لما خلاص عارف انت كده صعدت ريحت اللعيبه عشان تعمل موسم زي ده. هيقول لك ده انت مش عارف صعدت بكره اطهر الطاهر. كبر 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 كل الكلام ده كله. لما انت بتبقى تلعب 6 نهائيات في اخر 7 سنين، كسبان منهم 3 نهائيات، فانت مش محتاج تسمع من حد. تسمع من مين يا باشا؟ ما تسمعش من حد. انت كبير، انت بعبع، انت فريق تقيل، كل الناس بتخاف منك. اي حد يقول حاجة تاني دخل من هنا وخرج من هنا، وركز وادعم فرقتك. ما تبقاش زي اللي هم عايزين مجرد شوية صياح على الفيسبوك. فاكرين من سنة في بداية الموسم ده لما كولر كان لسه مهتز شويه في ادائه جوه الدوري وجوه بطوله افريقيا ولسه ما اتعودش على الفرقه، ناس كتير قالت لك مشي يا خطيب واستقيل يا خطيب وانت فاشل يا خطيب وانت 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 واعمل وسوي. طب دلوقتي بعد كام شهر ايه اللي حصل؟ 2 سوبر، كاس مصر، وافريقيا ال11، وعلى اعتاب دوري. فبالتالي دورنا كجمهور، وانا بعتبر نفسي جمهور، انا مش محلل، انا بطلع كده اتناقش معاكم كرويا وندردش كرويا، لكن دورنا كجمهور هو الدعم، هو الانتقاد بشكل مبسط، هو تشجيع فرقتنا. لكن القرارات الثوريه والاداريه والفنيه هي ليست دورنا على الاطلاق. لان برضو حط كل واحد في مكانه، ودي ميزه الاهلي اللي طول عمره ماشي بنظام مؤسسي قادر يكون ناجح. علشان كده هو الاهلي. مليون مبروك لجمهور الاهلي الفوز بال11، وان شاء الله ان شاء الله تكمل بالدوري السنه دي كمان عشان يبقى موسم ناجح لاقصى درجه ممكنه. عايز اعرف منكم مين نجم الماتش النهارده، وعايز اسمع بقى تهاني، كل التهاني اللي من قلوبكم للاهلي في الكومنتات. وان شاء الله ان شاء الله هنتقابل قريب في نجاحات تانية للاهلي باذن الله. الدوري قريب ثم الكاس علشان يبقى بقى ايه، اكتسحنا كل ما هو موجود. مليون مبروك لجمهور الاهلي، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.